واو على المنتخب المغربي، ظهر بمستوى رائع جدا، مستوى يجعل الخصوم يتلفثون قبل الصافرة، ويجعل المرمى أمامهم يبدو كأنه بعيدا أميالا خلف الضباب. وفعلا لا يبدو أن أي منتخب قادر على إيقاف هذا الاندفاع حين يكون بكامل وعيه، فالهيبة حاضرة والرغبة مشتعلة، والصدى في المدرجات يقول المغرب عاد فانتبهوا. لكن لن نطيق حتى يحصل المنتخب المغربي على الكأس، ولكن تطبيق ذلك أسهل ما يمكن. أن نصرخ فرحا سهل، أن نرفع الشعارات سهل، أن نمجد كل تمرير كأنها أسطورة سهل جدا. الصعب الحقيقي هو أن تتحكم في العاطفة ولا تدعها هي التي تتحكم فيك. الصعب أن تفرح بعقل وتحزن بوعي وتقول نعم كنا رائعين اليوم، لكن الرائع اليوم قد يكون عاديا غدا إن لم نعرف أين نضع أقدامنا. ورغم هذا الظهور القوي أمام زامبيا، فالحقيقة لا يجب أن نهرب منها، هي أن هذا الظهور ليس دليلا مطلقا على القوة. زامبيا ليست مقياسا ولا اختبارا حقيقيا لمدى صلابة المنتخب. الخصم الضعيف قد يجعلك تبدو عملاقا حتى ولو كنت ما زلت تتعلم الوقوف. البرهان البسيط وموجود في الذاكرة القريبة. في مباراة جزر القمر بدا الخط الخلفي مرتبكا، وفي مواجهة مالي ضاعت الأفكار قبل أن تضيع التمريرات. الأداء هناك لم يكن امتدادا لما رأيناه اليوم، بل كان تناقضا يفرض علينا سؤالا أهم من الاحتفال: هل المنتخب يتطور فعلا أم أن الخصم هو من تراجع؟ القوة ليست في أن تبدو مرعبا أمام الضعفاء، بل أن تصمد حين تشتد العراق، أن تثبت نفسك أمام من لا يرحم الأخطاء ولا يترك المساحات. هناك فقط يعرف معدنك، هناك فقط تقاس القلوب قبل الأحذية. لسنا هنا لنهدم، ولسنا هنا لنزين الواقع بألوان ليست له. نحن هنا لنقول الفرحة حق لكن الغرور خطيئة. المنتخب يحتاج عملا لا أنشي، ومن يرى الحقيقة الآن سيجد المجد غدا. وهذا إن كان يبرهن على شيء فهو لا يبرهن على قوة مطلقة، بل على قوة الضعف المكشوف في المنتخب المغربي. ذلك الضعف الذي يلمحه الخصم كما يلمح الصياد ارتجافة الطريدة قبل الهجوم. إن تعرت نقاط الخلل أمام منتخبات كهذه، فما بالك حين نقف أمام الأقوى، حين تتكلم الأرض بجديتها وتغلق المساحات وتتلاشى الهدايا ويبتسم الحظ إلى مستحقه. العدو لا يحتاج أن يكون خارقا ليسقطك، يكفيه أن يعرف أين يتسلل الهواء البارد كي يجمد أعصابك، يكفيه أن يلمس الارتباك في بناء الهجمة، أو يسمع الصمت العقلي يغرق صراخ العاطفة في لحظة خطأ. وقد تكون النتائج وخيمة، لأن الخطر الحقيقي ليس في خصم قوي بل في خصم ضعيف يدرك ضعفك أنت. فالهوية لا تحتاج دفعا كبيرا، أحيانا يكفي أن تتعثر فقط. لا نطلب كامل القوة الآن، لكن نطلب أن تختفي الشقوق من الجدار قبل أن يأتي من يعرف أين يضرب. هذا الأداء الذي قدمه المنتخب المغربي أمام زامبيا أثار الكثير من الجدل داخل المغرب وخارجه، بل في العالم كله. فالمنتخب اليوم تحت مراقبة شديدة، سواء كانت نظرات المتابعين عشوائية عاطفية أو منطقية تحليلية تبحث عن الخلل قبل المدح. وقد يبدو الأمر جميلا من جهة أن يصبح المغرب حديث الصحافة، وأن تتابع خطواتنا كما تتابع خطوات الكبار، وأن نحسب ضمن من يقلق الخصوم قبل أن يواجهوهم. لكن في الوقت نفسه هذا الجمال يحمل ضغطا هائلا، لأن حين تمتلك نجوم في كل خط وفريقا شبه متكامل وظروفا مهيئة أكثر من أي وقت مضى، تصير الأعذار أقل من أن تقال، والتراجع أشد إيلاما من الهزيمة ذاتها. المنتخب لا يحق له أن يظهر مرة بصورة ترعب ومرة بصورة تتعثر قبل أن تبدأ. لا يحق أن يبدو قويا أمام زامبيا ثم يظهر أضعف من الضعف نفسه أمام جزر القمر أو مالي. التذبذب ليس مجرد خطأ، بل رسالة يلتقط الخصوم كفرصة ويقرؤون فيها أن سقوطنا ممكن بأبسط هفوة. إن كنا نريد منتخبا يليق بحلم الوطن، فلا بد من أداء يستقر قبل أن يسطع، وصورة تترسخ قبل أن ترعب، وفريق يعرف من هو قبل أن يقنع العالم بمن يكون.